السلام عليكم أحبائي. اليوم نشوفوا مع بعض وصفة الكوكاوية. يعني اليوم حنعطيكم الطريقة، يعني النتيجة راح تجي احترافية. حنعمل لكم كل الخطوات وكل الأسرار باش تنجحوا فيها وتجيكم كيما تاع لو كوميرس، يعني تماما. يعني تجي طريقة رائعة وما تجيش يابسة، تجي يعني تتفتفت نورمال، يعني فاسيلمون، يعني تتكل عادية، ما تجيش يعني هذيك اليابسة بزاف. ايضا اليوم حنمد لكم انا لا روسيت دو باز، يعني لا روسيت اللي كيما يبيعوها في المتاجر، والطريقه الاصليه تاعها، ولكن نتوما تقدروا تتحكموا في الوصفه بما يناسبكم. يعني كميه السكر، هي لا روسيت دو باز، كميه السكر هي تعادل كميه الكاوكاو. انا اليوم راح نديرها لكم بهذه الطريقه، وانما نتوما تقدروا تتحكموا، تقدروا تنقصوا كميه السكر الى حد النصف، يعني تقدروا ديروا نصف كميه الكاوكاو. انا اليوم نمد لكم لا روسيت الاصليه يعني الحقيقيه بدون يعني تغيير، ومن بعد تتحكموا في كميه السكر كما تحبوا. ايضا النوعيه تاع المكسرات اللي تحطوا، اليوم حنديرها لكم اقتصاديه بالكاوكاو، يعني بزاف يحبوها، هذه هي الحلوه تاع الاصليه تاعها. ولكن تقدروا اللي عنده حساسيه تاع الكاوكاو يقدر يحط اي نوع من المكسرات، كيما يعني اللي يحب يدير لي باغ دينيرجي، هذوك لي باغ دينيرجي اللي ملاح للاطفال اللي عندهم دي كارونس، ولا اللي يعني اللي عندهم نقص في بعض الفيتامينات وكذا، ولا اللي عندهم نقص التركيز ايضا، ولا اللي مقبلين على الشهادات وكل شيء، ولا اللي ما عندهمش شهيه. تقدروا تعوضوا هذا الكاوكاو بمجموعه من المكسرات والفواكه المجففه. يعني تقدروا تحطوا الزبيب، تحطوا المشماش، تحطوا العين مقطع، يعني قطع صغيره، زيدوا لهم يعني شويه شويه من كل انواع المكسرات، وتتحصلوا على دي باغ، وتنقصوا من كميه السكر. تقدروا ايضا تحطوا شويه من عسل النحل، وتتحصلوا على دي باغ دينيرجي صحيين جدا وغنيين، يعني عندهم فوائد كبيره. هذه يعني فيما يخص بين قوسين فقط. انا نوعدكم باللي المره الجايه راح نحاول ندير لكم دي باغ دينيرجي اللي يكونوا صحيين اكثر من هذه. اليوم راح نعطي لكم لا روسيت دو باز، ومن بعد راح نمد لكم حندير لكم لي باغ دينيرجي تاع الخاصه يعني بالتلاميذ اللي عندهم نقص، يعني عندهم نقص في التركيز، ولا اللي عندهم دي كارونس، هذه هي، واللي عندهم شهادات ايضا يكونوا يعني منهمكين بزاف في الدراسه، مليح تحطوا لهم في لي بيرو تاعهم. نروحوا مباشرة للطريقة. عندنا، أنا هنا درت نص كيلو من الكاوكاو يقابلها نصف كيلو من السكر. تقدروا ديروا حتى 100 غرام فقط. أنا درت لكم نص كيلو، تشريوا نص كيلو عادي. يعني أنا كنت قشرته وحمرته مليح، يعني حتى اكتسب لون، ويعني وفتفت حتى يعني كل حبة قطعتها على 2، يعني حليته من بعدها الكاوكاو تاعي. نفس الكميه قلت لكم السكر اللي ما عندوش ميزان، يعني 500 غرام يشري كيلو سكر ويقسمه الى نصفين متساويين. ايضا 2 ملاعق من الزبده كما راكم تلاحظوا، يعني كميه نص كيلو يعني 500 غرام تقابلها ملعقتين من الزبده. ايضا اون بانسي فقط من الملح الخشن، يعني من لا فلور دو سيل، اللي ما عندوش لا فلور دو سيل يدير الملح العادي اللي عندكم، ملح المائده، يعقبوا على الصفايه وينحي يعني اون بانسي من هذاك لو غرو سيل، هذاك اللي تجي فوق الصفايه، اللي يعني الحبيبات الخشنه، فوالا يدير اون بانسي فقط. هذه هي، بالإضافة إلى كمية قليلة من الماء اللي هي تعادل 3 ملاعق من الماء. الماء يكون ساخن جدا. أيضا بالنسبة لفلوغ دي سيل، هي الوظيفة تاعها يعني تعطيكم تكاسي لكم هذيك الحلاوة، يعني ما تجيش لي باغ ما يجيوش حلوين بزاف. هذه هي. قلت لكم الماء هنا عندي دافي، من بعد راح نسخنه. كي نضيفه راح نسخنه، لازم يكون غليان جدا، يعني ساخن جدا الماء، 3 ملاعق حتى 4 ملاعق. هادو هما يعني المكونات بسيطه. هنا واش لازم نجيبو للتحضير؟ لازم نجيبو، انا كيما هنا باسكو كميه كبيره تاع نص كيلو راح تعطيكم كميه كبيره، من بعد نوري لكم الكميه اللي تحصلت عليها. تقدروا ديروا نصف الكميه ولا حتى 150 غرام تكفي. نجيبو كيما قلت لكم انا حنديرها بكميه كبيره في لاكوكوط، اللي راح يدير كميه صغيره يعني نصف الكميه، ولا تقدر ديرها في مقلاة. واش هي لازم البلاصه يعني القدره اللي راح نديروا فيها تكون لو فون تاعها يكون ثقيل، يعني تكون عندها ان فون ثقيل باش السكر تاعكم ما يتحرقش. ايضا لو فون تاعها يكون واسع، يعني كيما المقلاة ولا كيما الكوكوط هكا اللي تكون عريضه، ولا برمه، اي برمه عندكم يعني تكون عريضه. هذه هي. فيما يخص لا مارميت اللي تخدموا فيها، تقدروا ديروا في مقلاة اللي تكون يعني ثقيله. هذه هي. رايحين نحطوا يذوب السكر تاعنا. قبل ما نروحوا نذوبوا السكر، اولا نوجدوا لو بابيي كويسون، ورق الطهي اللي رايحين نفرغوا فيه النوغا تاعنا بعد ما تطيب.
نحكم يعني ان بابي على حسب الكميه. انا كميه تاعي كبيره درتو كبير كما راكم تلاحظوا. نطبقوا على 2، نطويه على 2 يعني نصفين متساويين، نطويهم مليح. ومن بعد راح نحط له كميه مليحه من الزيت، يعني حوالي كما هكا واحد 4 ملاعق تاع الزيت. انا حطيت يعني بالقرعه مباشره فقط، ولكن حطوا يعني جينيروزمون الزيت باش ما يتلصقليش الكوكويه تاعي، الحلوه تاعي ما تلصقليش. نحطوا يعني كميه مليحه ونديروها نتاليوها بلو بانسو جيدا في لي دو كوتي، يعني نتاليوها كامله في لي دو كوتي، ونعاودوا نغلقوا لو بابيي باش يزيد يعني الزيت يلصق مليح. هذه هي كما راكم تلاحظوا. نطويوه على 2. فوالا لاحظوا جيدا دوك يلصق مع بعضه، وشوف يولي الزيت يعني متجانس في لي دو كوتي. هذه مرحله مهمه باش تنجح لكم الكوكويه تاعكم وتجي يعني ملسه ومليحه. نروحو نحطو السكر تاعنا. انا حطيته على نار متوسطه ونبدا نخلط، يعني ما نوصلش للسطح، نبدا نخلط على الاول غير من الفوق حتى من يولي كلي سائل، يتشكل لي سائل شفاف لتحت، لتم نولي نخلط جيدا. كما راكم تلاحظوا نستعمل دائما ملعقه خشبيه. من بعد كي تخلطته جيدا وليت نقصت له خلاص على النار ورحت خليته لقيته كيما هكا كيما راكم تلاحظوا بدا يدوبلي ودار لي حبيبات. درك عاودت نقصت له يعني خليته ناقص وبديت نعبز يعني على الحبيبات هذوك، نحاول نذوبهم جيدا ونخلط مع التخليط المستمر حتى دابوا جميع الحبيبات. هنا نطفي على النار. هنا كما لاحظتوا كي دابوا لي الحبيبات كامل طفيت على النار تماما. انا طفيت على النار. نزيد الزبده تاعي كما قلت لكم ملعقتين، ونضيف لو سيل تاعي لو غرو سيل تاعي لا بانسي صغيره فقط طبعا تاع الملح. وهنا النار مازال طافيه، يعني ما نشعلش النار حتى نضيف حتى نحط الكاوكاو. فوالا نخلط جيدا يعني حتى تذوب لي هذيك الزبده. يعني زبده تستعملوا مارغرين كافيه، انا استعملت مارغرين يعني ماشي زبده. يعني كيما راكم تلاحظوا كي تذوب الزبده هذه كامله نولي نضيف الكاوكاو تاعي. عفوا قبل الكاوكاو نضيف الماء راح سخنته. لاحظوا جيدا الماء راهو ساخن جدا. انا سخنته في فوغ ميكرووند، تقدروا تفرغوا فيه كاسرونه وتسخنوه ولا في فوغ ميكرووند، المهم حتى يولي غليان. ضفت له هنا 3 ملاعق تاع الماء الساخن جدا كيما راكم تلاحظوا، والنار هنا راهي طافيه يعني مانيش مشعله على الغاز. كيما راكم تلاحظوا نخلطوا جيدا. وهنا مازالت النار طافيه، وهنا نجيبو نضيفو الكاوكاو تاعي كيما راكم تلاحظوا. نضيفو الكاوكاو دفعه واحده ونبداو نخلطو مليح الكاوكاو هذاك. مازالت راني النار طافيه، نخلطو مليح حتى يلامس يعني الحبيبات كل يتونغوباو بالكراميل. فوالا وهنا حطيت صحن فقط تاع الكاوكاو هذاك. وهنا نبقاو نخلطو. لاحظوا جيدا بدا الكراميل يبرد، حسيتو بدا يبرد وبدا يدير لي الخيوط. هنا عاودت شوفوا لاحظوا جيدا شفتيو الخيوط هذيك. هنا عاودت شعلت على الغاز وخليته نقصت له جيدا. وانا علاه طفيته باش ما يغلبنيش الكراميل وما يتحرقليش وما يديرليش المروره هذيك. على هذيك طفيته كل المده هذه كامله. دركا كي نعاود نشعل عليه ابتي فو ونخلط باش يذوب الكراميل وباش يسمح لي باش نيتاليه فوق لو بابي كويسون فوق ورق الطهي. نفرغ الاخر تاعي كامل، نفرغه فوق لو بابي هذاك اللي فوقه اللي مدهون بالزيت. فوالا بهذه الطريقه. ونبدا نيتالي بالملعقه الخشبيه. نحاول نيتاليه مليح، نسويه يعني مليح بالملعقه الخشبيه. كملوا فقط معايا الخطوات باش تشوفوا هذه، يعني الخطوات هذه مهمه جدا يعني باش تعطيكم الشكل مليح ونتيجه رائعه. يعني ما تجيش خشينه وما تجيش رقيقه، تبعوا فقط. وما تنساوش يعني هنا نتذكركم اللي يعجبوا الفيديو وعجبوه فيديوهاتي ما تنساوش ديروا لايك من فضلكم. يعني اللي شاف الفيديو هذه وصل المرحله هذه وعجبوا الفيديو ما تنساوش تضغطوا فقط على اللايك. هذه هي. واللي مش مشترك طبعا من يعني نتمنى انه يشترك في القناه، لان كاين وصفات جديده وكثيره راهي في الانتظار. هذه هي. نضغط نعاود نضغط يعني نغلق عليه بلو بابيي ونولي باللو غولو نسويه جيدا. نضغط عليه جيدا باللو غولو حتى باش نتحصل على شكل مليح يعني مستوي بهذه الطريقه. ايضا نقلب مره على مره، نقلب باش الكراميل ما يهبطليش لتحت، باش يجي الكراميل موزع بالتساوي فوق السطحين، يعني من الفوق ومن تحت يجي كيف كيف. وهنا نخليوه بعد ما ايطاليناه مليح باللو غولو ودرناه مليح. لاحظوا جيدا هنا واش نديرو، نخليوه شويه يحكم روحو واحد 5 دقائق فقط.
شويه يشد روحو شويه، ومن بعد نبداو نجيبو سكين حاد ونبداو نقطعو فوق لو بابي كويسون، يعني فوق لو بابي كويسون نقطعوه دي باغ متساويين كما راكم تلاحظوا. تقدروا ديروهم اصغر من هكا، تقدروا يعني ديروهم كيما هذه. ايضا انا نقطعهم كيما هك، ومن بعد ندير هنا ما صورتش فقط، ومن بعد درت خط افقي في الوسط باش تحصلت على دي باغ يعني مستطيله، اشكال مستطيله. تقدروا ديروه مربعات ايضا، هذه هي. تقدروا ديروه اقل في السمك من هكا، يجيو رقاق اكثر من هكا. هذه هي. نقطع كيما هكا ونقطع في الوسط ونخليه واحد 20 دقيقه حتى يجمد تماما، يعني نخليه كيما راه سوغ لو بلان درك هنا، ونخليه واحد 20 دقيقه. بعد ما مرات 20 دقيقه نجيو نحاولوا نزعوا هذاك لو بابي، راح يتنزع لنا فاسيلمون. لاحظوا جيدا، نبدا ننزعوا هذاك لو بابي، لاحظوا جيدا هنا راهي تماسكت الكوكويه تاعي بعد 20 دقيقه، ويعني اعطتني شكل رائع يعني. لاحظوا جيدا، والسمك متساوي لان درنا سويناه بالغولو، وما تجيش يعني يابسه تماما، تجي تفتفت عاديه، ما تجيش يعني هذاك لو كراميل يابس، لان حطينا لها الزبده والماء، يعني تحصلنا على. لاحظوا جيدا يعني فاسيلمون تتقطع، ما تغلبش خلاص. وكي تنقصوا كميه السكر راح تزيد تجي اكثر واكثر، يعني تتفتفت عادي. هذه هي. نحطوها في الصحن. لاحظوا جيدا، تقدروا تحطوها تلويوها في لو بابي الفيلم اليمونتير، فوالا كل وحده في الفيلم اليمونتير باش ما يلصقوش في بعضهم، وتخليوها وتاكلوها. يعني مليحه للاطفال، يحبوها بزاف، يعني يحبوها الاطفال والكبار، يعني الصغار والكبار. هذه شكون ما يحبش هاد الكوكويه؟ هي الحلوه تاع الصغر يعني تاع بكري، ومازلنا نحبوها لدرك، ومام اولادنا يحبوها. لاحظوا جيدا يعني نتيجه رائعه. ننصحكم انكم تجربوها. ننصحكم ايضا اللي تحبوا ديروها كما قلت لكم، عطيت لكم افكار انكم تبدلوا المكسرات، تحطوا خليط من المكسرات مع الفواكه المجففه، تنقصوا من كميه السكر، تحطوا ملعقه ولا 2 من عسل النحل، يعني راح تكون مغذيه جدا. والى الملتقى.